أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الأحد أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصاً بعد استجواب تمهيدي وإخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات. قام بتلفيق قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن. وأوضح في بلاغ صحفي أن قاضي التحقيق قرر حبس 20 شخصاً من أصل 25 شخصاً مثلوا أمام النيابة العامة، بينهم من يشغل مهام نيابية أو مكلفين بالجماعات الترابية أو مكلفين بتطبيق القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية تابعة للدولة.